اليوم راح أسافر من العراق إلى باريس حتى أدخل المتحف اللوفر وأشوف كل آثارنا العراقية الأصلية. موجود بهذا المتحف أكثر من 5000 قطعة أثرية، والناس يجون من كل العالم يشترون تذاكر بأسعار غالية حتى يدخلون يشوفون آثارنا. وشفت عارضين مجلات توثق أحداث قديمة صارت بزمن الملك فيصل الثاني، وقريت معلومات لأول مرة أعرفها عن بلدي. تخيلوا أدفع لهم فلوس حتى أدخل وأشوف آثار أجدادي. واحدة من المعلومات صدمتني إنه العراق كان إمبراطورية يحكم العالم كله، وأول من وضع القوانين، وأول من بدأ الفن والنحت، وأول من بدأ الكتابة وهو الخط المسماري، وفرحان لأنه لمسته بإيدي. ومو بس هذا المتحف، كل المتاحف العالمية سرقوا من آثارنا وخلوها بمتاحفهم ويستفادون بروسنا. وهاي أقدم باب شفتها بحياتي. يلا ننتقل للقاعة الثانية. هنا شفت آثار منذ خلق الإنسان على وجه الأرض إلى يومنا هذا، وبالقاعة الثانية شفت آثار ما قبل الإسلام إلى يومنا هذا. والحلو بهذا المتحف كل قطعة أثرية مكتوبة يمها معلومات باللغة العربية والإنجليزية. وإذا أنتم من محبين الآثار أريد أشوف معلوماتكم بالتعليقات.